كيقول لك الا بغيتي تنقص الوزن ديالك يعني تحرق الدهون كل قل وتحرك اكثر. ولكن اللي كانت الامور بهذه البساطه هذه، علاش الاغلبيه ديال الناس مازال كتعاني؟ اليوم غادي نفك لكم الاسرار ديال حرق الدهون بناء على اسس علميه بعيدا عن داك التخربيق اللي كتسمعوا، وما غادي يجي سالي الفيديو حتى غادي تكون عارف كيفاش دير الريجيم ديالك وكيفاش تنقص الوزن بطريقه صحيحه 100% مضمونه. المعلومات اللي غادي نقول لكم في هذا الفيديو هي معلومات مبنيه على ادله ودراسات واسس علميه، ولكن هي من اجل المعلومه فقط. قبل ما تبدا واحد الريجيم، قبل ما تبدا واحد البروغرام ديال السبور، ولا قبل ما تاخذ واحد المكمل غذائي، ديما تشاور مع الطبيب ديالك ولا مع الطبيب المختص. قبل ما نبداو نهضروا على الطرق اللي غادي نحرقوا بها الدهون هذا ولا نقصوا من الوزن ديالنا، وقبل ما نزيدوا نتعمقوا في الفيديو، كيخصنا نشرحوا واحد المفاهيم اساسيه باش نتوما تفهموا اكثر وباش تقدروا تتبعوا معايا الفيديو اكثر. واش عمرك قلتي كيفاش جوج ديال الناس كياكلوا نفس الماكله وغير واحد فيهم اللي كيغلط؟ باش نفهموا شويه القضيه هذه خصنا نهضروا على جوج حاجات اللي هما لي ماكرو ولي كالوري. لي ماكرو اولا المجموعات الغذائيه الرئيسيه هي المكونات اللي كاينه في الاغذيه ديالنا، واي غذاء خديناه فراه كنلقاو فيه الاغلبيه ديال هاد الماكرو ولا كنلقاو فيه هاد لي ماكرو كاملين. شنو هما لي ماكرو؟ هما البروتينات، الكربوهيدرات، الدهون والالكول. بالنسبه للبروتينات والكربوهيدرات كل غرام ديالهم فيه 4 كالوري، وبالنسبه للدهون كل غرام فيه 9 كالوري، وبالنسبه للكحول كل غرام فيه 7 كالوري. دابا شنو هما هاد لي كالوري؟ بكل بساطه لي كالوري هما وحده القياس، كيف ما كنقول كيلومتر، كيلوغرام، لتر، الهكتار الى اخره، فراه لي كالوري حتى هما وحده ديال القياس واللي كنقيسوا بها الطاقه اللي ممكن نستخرجوها من واحد الغذاء اولا الطاقه اللي كيحتاج الجسم ديالنا. وفاش كنقولوا الطاقه اللي كيحتاج الجسم ديالنا في النهار فراه كنعنيو بها الاجمالي ديال الطاقه اللي كنحتاجو باش كنديروا الانشطه ديالنا اليوميه وباش نبقاو عايشين. بحال مثلا الا كنتي طوموبيل، شحال ديال ليسانس كيخصك باش توصل من نقطه واحد لنقطه جوج؟ وهاد الطاقه هذه كتكون من 4 الاجزاء. الجزء الاول هو الطاقه اللي كنحتاجو باش نهضموا الارضيه وباش نمتصوا الارضيه، والجزء الثاني هو لو طو ميتابوليك اوروبو اللي كنعنيو بها الطاقه اللي كنحتاجو باش نديروا الوظائف الاساسيه، يعني باش نبقاو عايشين، نبقاو كنتنفسوا، القلب ديالنا خدام الى اخره، يعني الوظائف الاساسيه ديالنا تبقى خدامه. الجزء الثالث هو الطاقه اللي كنحتاجو باش نديروا الانشطه ديالنا اليوميه، سواء الرياضه سواء كنتحركوا الى اخره. والجزء الرابع هو اللي مسؤول على الطاقه اللي كنحتاجوها في الحركات اللا اراديه، بحال اللي عندك شي صاحبك كيكون جالس وكيبقى يتفتف برجليه بزاف، ولا شي صاحبتك كتهضر يديها بزاف، ولا شي انسان كيكون هيبر اكتيف، فراه هاد الناس هادو هاد الجزء ديال الطاقه كيكون عندهم كبير. وهاد الربعه هادو هما اللي كيكونوا لينا الاحتياجات الطاقيه ديالنا اليوميه. فهمنا لي ماكرو، فهمنا لي كالوري، فهمنا لو ميتابوليزم، يعني هادشي هذا ما خصوش يبقى يدوخكم. دابا اجي نهضروا على الشحمه. واش في راسك باللي كاينه واحد الشحمه اللي كتخليك تحرق الشحمه اكثر؟ اش هذا البلان هذا؟ باش نفهموا مزيان هذا البلان هذا اجي نهضروا على انواع ديال الشحمه اللي كاينه في الجسم. الجسم ديالنا فيه جوج انواع ديال الشحمه ونقدروا نقولوا ثلاثه. عارف مؤخرا كنوض واحد الديبا كبير في السوشيال ميديا على شحال عندنا من نوع ديال الشحمه، اللي كيقول الساهل اللي كيقول 12، وانا دابا كنقول لكم كاين غير جوج ولا ثلاثه. واش حمزه كتخربق علينا؟ عطيوني عقلكم. النوع الاول ديال الشحم اللي عندنا في الجسم هي الدهون البيضاء. هذه هي الدهون اللي كنبغيو نحرقوها وكنبغيو نحيدوها، وهي الدهون اللي كيستعملها الجسم ديالنا كبلاصه فين كيخزن الطاقه. الجسم ديالنا كيخزن الطاقه على شكل دهون ثلاثيه في الخلايا الدهنيه في لو تيسيو اديبو، واللي كتولي تبان لينا على شكل شحمه وكيخيب بالشكل ديالنا وكنوليو مطبزين وكنوليو باغيين نديروا الريجيم باش نحيدوها. وكاين الشحمه البيضاء من غير تخزين الطاقه عندها مهام مهمه وحده اخرى، بحال الانتاج ديال الهرمونات وبحال المساعده في امتصاص الفيتامينات اللي ليبوسوليبل بحال فيتامين ا و او و دي وكا. وهاد الشحمه البيضاء وسط منها جوج ديال الانواع، الدهون اللي كاينه تحت الجلده ديالنا اولا سوكوتاني، والدور ديالها انها تخدم كعازل حراري، يعني بحال الا لابسين شي حوايج كتحافظ على الحراره ديال الجسم ديالنا، وكتخدم كواقي ديال الصدمات، يعني كتحمينا وكتحمي الاعضاء ديالنا من الصدمات. والشكل الثاني هما الدهون اللي فيسيرال اولا الدهون الحشويه، وهي ديك الدهون اللي كتكون دايره على الامعاء ديالنا ولا الكبد ديالنا، وهي الدهون اللي خطيره بزاف واللي كتسبب لنا في امراض ديال القلب والسكري ومقاومه الانسولين، وعندها واحد المضاعفات خطيره بزاف، وهي الدهون اللي ما كنبغيوهاش تكون عندنا. وكيف ما عندنا الشحمه اللي بيضاء عندنا الشحمه اللي قهويه، والدور الاساسي ديال هاد الشحمه اللي قهويه هي انها كتنتج لنا الحراره، هي اللي كتسخن الجسم ديالنا. وهاد الشحمه القهويه كتكون بواحد النسبه كبيره عند لي بيبي، داكشي لي بيبي ما كيترعدوش، كتجيهمش داك الرعده ديال البرد، وداكشي كتلقى الدراري الصغار
كيقاوموا البرد اكثر منه، وكيقدر يلبس غير جوج ديال الحبياسات ويبقى يجري في البرد، وانت كتبقى تشوف فيه كتقول كيفاش هذا ما جاش البرد. والسر هو هذيك الدهون البنيه اللي كتنتج الحراره مزيان، وهاد الدهون هذه كتبقى غاده وكتنقص في الجسم ديالنا شحال ما تزادينا في العمر، فيو اننا ما كنبقاوش نحتاجوها بزاف، وحتى العادات ديالنا كتبدا تتبدل. وكاينين دابا دراسات كيقولوا لنا بلي ممكن نرجعوا هذوك الدهون البنيه او نحولوا واحد النوع ديال الدهون البنيه. وهذا الموضوع هذا غادي نهضر عليه اكثر في الفيديو الجاي اللي غنهضر فيه على الدوش بالمبارد. اذا عندنا الدهون البنيه، الدهون البيضاء، وعندنا حتى الدهون اللي باج، واللي هي عباره عن خليط ما بين الدهون البيضاء اللي كيستعملها الجسم ديالنا باش يخزن الطاقه او لا فاش كتنتج لنا هرمونات الى اخره، وعندنا الدهون البنيه اللي كيستعملها الجسم ديالنا باش كينتج لنا الحراره. دابا السؤال اللي يقدر يجيك لبالك ولا تقدر تطرحه، شحال هي النسبه ديال الدهون الطبيعيه اللي كتكون في الجسم ديالنا؟ باش نهضروا عليها غادي نهضروا اولا على المينيموم ديال المينيموم. وهذا المينيموم هذا الا بقينا فيه واحد المده طويله فراه كيشكل علينا واحد الخطر كبير على الصحه ديالنا، واخا يكون تحت اشراف خبراء. اذا هذا المينيموم ما كنبقاوش فيه مده طويله. هذا المينيموم ديال النسبه ديال الدهون اللي تقدر تكون في الجسم ديالنا، واللي بقينا فيها مده طويله كتشكل خطر على الصحه ديالنا، كيختلف ما بين الرجال والعيالات. بالنسبه للرجال فراه كيتراوح ما بين 5 و 3%، وبالنسبه للعيالات فراه ما بين 10 و 13%. كنأكد بلي الا بقيتي في هذه النسب مده طويله فراه هذا الشيء هذا كيعرضك لواحد الخطر كبير بزاف. اما النسبه الطبيعيه ديال الدهون اللي خصها تكون في الجسم ديالنا فراه كتختلف ما بين الانسان الرياضي والانسان العادي. بالنسبه للانسان الرياضي وبالنسبه للرجال فراه هذه النسبه هذه خصها تكون ما بين 6% و 13%، وبالنسبه للعيالات فراه هذه النسبه خصها تكون ما بين 14 و 20%. اما بالنسبه للانسان العادي فراه هذه النسبه خصها تكون بالنسبه للرجال ما بين 10 و 20%، وبالنسبه للعيالات ما بين 18 و 28%. هادو هما النسب الطبيعيه ديال الدهون واللي الجسم ديالنا كيكون كيخدم فيها مرتاح وبواحد الطريقه طبيعيه. كتبقى لينا حاجه وحده هي شنو كنعنيو بحرق الدهون. هذا المصطلح هذا كنستعملوه في الحياه اليوميه، ولكن باش نحرقوا فعلا هاد الدهون هادو كيخصنا نديرو جوج حاجات اللي هي لا موبيليزاسيون ديال لي غريس والاوكسيداسيون ديال لي غريس. الموبيليزاسيون ديال لي غريس هي كنحركوا الدهون، يعني كنشدوا ديك الدهون وكنجبدوها من البلاصه فين مخزنه وكنلوحوها في المجرى ديال الدم. والاوكسيداسيون ديال الدهون هي العمليه اللي فعلا كنحرقوا فيها الدهون، يعني هذيك الدهون كنستعملوها كمصدر ديال الطاقه باش نفرقوا ما بين اننا موبيليزيو لي غريس واننا اوكسيديو لي غريس. واش غير الماكله اللي كتخلينا نغلاضو ولا كاينين اسباب وحده اخرى؟ علاش كنغلاضو؟ السبب الرئيسي علاش كنغلاضو هو اننا كناكلو ماكله اكثر من داكشي اللي كنحتاجو واحد 3000 كالوري في النهار، كنلقاو راسنا كناكلو 6000 كالوري في النهار. الوغ طبيعي غادي نغلاضو. حاجه اخرى هو قله الحركه اولا قله لاكتيفيتي. تلقى انسان الحياه ديالو هي الماكله، خدمه، الدار، وكتلقاه في الخدمه كيبقى جالس غير في البيرو، اولا الحياه ديالو هي الماكله، القرايه، النعاس، اولا كاين اللي الحياه ديالو هي الماكله، النعاس. وكاين امراض واضطرابات اللي جات للواحد كتخلي اكثر عرضه باش يزداد في الوزن اولا تجي السمنه كاع. مثلا عندنا ليبوتيرويد اولا القصور ديال الغده الدرقيه. الغده الدرقيه ما كتبقاش تنتج لنا الهرمونات بكميه كافيه، الشيء اللي كيأثر على بزاف ديال الوظائف اخرى، منها كينقص لينا من لو طو ميتابوليك دو روبو اللي هضرنا عليه قبيله، يعني الجسم ديالنا كيولي يحتاج طاقه اقل هو في الراحه، الشيء اللي كيخلينا اكثر عرضه للسمنه اولا اكثر عرضه للزياده في الوزن. وكاين ادويه اللي كيسببوا لنا في زياده الوزن بحال لي كورتيكويد اللي خديناهم في واحد المده قصيره ماشي مشكل، ولكن اللي خديناهم واحد المده طويله كيقدروا يديروا لنا واحد لو ساندروم اللي كيتسمى لو ساندروم دو كوشين. هذا لو ساندروم كتلقى الشخص عنده واحد لي ديبو ديال الدهون في الكرش ديالو، في الفخذ ديالو، في العنق ديالو، كتلقى اللحم ديالو ساهل يجيوه كدمات، كتلقاه ديما مزرق وبزاف ديال الاعراض واحده اخرى. هذا سندروم كوشين يقدر يكون السبب ديالو هذوك لي كورتيكويد اللي كناخذوا اللي كيطلعوا لنا المستويات ديال الكورتيزول، الشيء اللي كيدير لنا خلل في التوزيع ديال الدهون. ولا يقدر الانسان اصلا عنده واحد الورم في الغده النخاميه او اللي عنده ورم في بلاصه اخرى اللي كتاثر لنا على الغده النخاميه، الشيء اللي كيأثر على الانتاج ديال الكورتيزول في الدم ديالنا، والشيء اللي كيدير لنا هذا الخلل هذا او هذا السندروم دو كوشين.
وعندنا البي سي او اس اولا تكيس المبيض، واللي السبب ديالو هو خلل في الهرمونات، ويقدر يكون سبب جينيتيك اولا سبب غير في اللايف ستايل ديالنا ماشي هو هذاك. الشيء اللي كيدير لنا المقاومه ديال الانسولين والشيء اللي كيخلينا اكثر عرضه انه يزداد لنا الوزن ديالنا. كاينه لا ديبرسيون او الاكتئاب، واللي كتخلي العلاقه ديالنا بالماكله ماشي هي هذيك. كاين اللي كيمشي ياكل باش تواسي، هذه القضيه كنشوفوها في البنات بزاف، كتلقاها ما راش قالاش ولا عندها كاع اون ديبرسيون، كتمشي تشري واحد نص كيلو ديال الشيبس واحد الشقرعه ديال الشكلاط باش كتحس شويه بالسعاده باش كتواسي راسها، وهاد القضيه هادي خطيره بزاف. وكاينين اضطرابات التغذيه بحال فقدان الشهيه العصبي اولا الشره العصبي، والاسباب ديالها كتكون يا نفسيه يا عضويه يا سوسيو اجتماعيه. بحال دابا كتلقى واحد الانسان اللي عنده واحد العلاقه في شكل مع الصوره ديالو مع كيفاش كيشوف راسو، ما خصوش يكون رقيق بزاف. بحال مثلا هذوك لي موديل كتسمع باللي كياكلوا كيمشيو يردوا هذيك الماكله باش انهم يبقاو ديما رقاق، وهذا الشيء هذا حتى هو داخل في هاد الاضطرابات التغذيه. المهم الاضطرابات التغذيه خصهم فيديو بوحدو الا بغينا نزيدو نديطايو. كيف ما عندنا المقاومه ديال الانسولين كاينه حتى المقاومه ديال الليبتين. هاد الليبتين هو واحد الهرمون ديال الشبع، فاش كتوصل الاشاره ديال الدماغ ديال الليبتين كنقولوا صافي شبعنا، الجسم كيقول له صافي خزنا الطاقه شبعنا الله يجعل البركه. الا كانت عندنا المقاومه ديال هاد الليبتين الدماغ ديالنا ما كتبقاش توصل لهاد الاشاره، يعني كنبقاو ديما فينا الجوع ديما كناكلوا بزاف. والسبب الرئيسي ديال هاد المقاومه ديال الليبتين هو الارتفاع ديال الدهون في الجسم ديالنا، اولا الا بغينا نقولوا السمنه، حيت الشحمه هي اللي كتنتج لنا هذا الهرمون هذا وكتولي كتنتجو بزاف، الشيء اللي كيدير لنا واحد المقاومه ديال الهرمون كيولي اضطراب هاد الاشارات اللي كيوصلوا للدماغ. دابا واحد السؤال، واش الهرمونات ديالنا هما اللي ما كيخليوناش نضعف؟ وهنا غادي نهضروا على الكورتيزول. وليت كنسمع الناس في الانترنت ولا ميم لي انفلونسور كيقول لك حيت انا الكورتيزول ديالي طالع داكشي علاش ما كنقصش الدهون، ولا حقا خصني نبقى ندير التمارين في هذا الوقت هذا باش الكورتيزول ديالي ما يطلعش الى اخره. وهذا الشيء هذا غلط. اصلا باش نعرفوا الكورتيزول ديالنا طالع ولا ما طالعش كيخصنا نمشيو نديروا تحاليل. هذه من جهه. من جهه اخرى خصنا نفرقوا ما بين الارتفاع المزمن ديال الكورتيزول وما بين الارتفاع المؤقت ديال الكورتيزول. الارتفاع المؤقت ديال الكورتيزول هو واحد الارتفاع اللي كنبغيوه يكون ماشي ما كنبغيوش نكون، واحد الارتفاع اللي طبيعي واللي كيكون في واحد المده ديال الساعات كاع ولا حتى ايام. اما بالنسبه للارتفاع المزمن هو واحد الارتفاع اللي كيبقى اسابيع وشهور بلا ما ان الكورتيزول كيرجع للمستوى الطبيعي ديالو. وهذا الارتفاع المزمن ديال الكورتيزول ماشي هو اللي كيغلبنا، بل كيخلينا اكثر عرضه اننا نغلظوا او اكثر عرضه للسمنه. الارتفاع المزمن ديال الكورتيزول كيمنع علينا البناء ديال العضلات، كيزيد لينا من تهديم العضلات، كينقص لينا من المستويات ديال التستوستيرون ديال الاي جي اف 1، كيكثر لينا من الدهون الفيسيرال او الدهون الحشويه او ديك الدهون اللي كنخافوا منها اللي كتكون دايره بالامعاء ولا كتكون دايره بالكبده، كيخلينا نحسوا بالجوع اكثر وزيدوا زيدوا. اما الارتفاع المؤقت ديال الكورتيزول واللي هو طبيعي فراه كيزيد لينا من اليقظه والتركيز، مضاد للالتهاب وكيحفز لينا الجهاز المناعي، كيزيد لينا من الاداء الرياضي وكيخلينا نتكيفوا اكثر مع التوتر. وهنا غادي نهضر على واحد المغالطه اللي كرد ليها البال بزاف واللي كنشوفها حتى في لي صال. كاينين الناس اللي وصلت 45 دقيقه يكمل لونطريمون ديالو ولا ما يكملش لونطريمون ديالو، كيهز حوايجو كيخرج من لاصال. فاش كتسولو علاش كيقول لك حقا لا كفتي 45 دقيقه الكورتيزول غادي يطلع بزاف، غادي يدير لك الهدم العضلي الى اخره الى اخره. خصنا نفرقوا ما بين الارتفاع المزمن ديال الكورتيزول وما بين الارتفاع المؤقت ديال الكورتيزول. الارتفاع المؤقت ديال الكورتيزول بغيناه خاصنا، حيت كاينين دابا دراسات لقينا فيهم ان كوريلاسيون ما بين الارتفاع ديال الكورتيزول وما بين المستويات ديال التستوستيرون حتى هما كيكونوا طالعين، وما بين ارتفاع ديال النسبه ديال الكتله العضليه ديالنا. اذا الكورتيزول واحد الحاجه مزيانه الا طلعات مؤقتا. اذا سيدي الا بغيتي تريني ساعتين ولا 3 سوايع ولا 4 سوايع، حياتك هذيك المهم هو لو بروغرام ديال لونطرينمون ديالك يكون مقاد مزيان باش ما تدخلش سيغ اونطرينمون. تاكل مزيان، تعافى مزيان، تعس مزيان، تشرب الماء مزيان، تريني مع راسك. دابا الكورتيزون ما كيغلطش، والانسولين كنسمعوا الهضره ديال ان ارتفاع ديال المستويات ديال الانسولين كيتسبب لينا اننا نغلطوا. من جات هاد الهضره هادي، الدور الرئيسي ديال الانسولين في الجسم ديالنا هي تنظيم المستويات ديال السكر في الدم، حيت السكر الا فات واحد المستوى
غادي نموتوا. حاجه اخرى، الانسولين كيحفز الخلايا ديالنا باش يستعملوا الجلوكوز كمصدر ديال الطاقه، ومادام الانسولين مرتفع فراه العمليه ديال حرق الدهون كتكون غير ممكنه. حاجه اخرى، الانسولين كيخزن لنا الطاقه في العضلات وفي الكبد ديالنا على شكل جليكوجين، وداك الشيء اللي شاط كيخزنوه على شكل شحمه. وهنا من جات اللعيبه ديال الانسولين كيغلظنا. اذا شحال ما زاد الانسولين شحال ما زادت الشحمه اللي غادي نخزنو، شحال ما غادي نزيدو نغلاضو. اذا شنو الحل؟ ناخذوا الاطعمه اللي ما كتطلعش الانسولين بزاف، او الاطعمه اللي لانديز غليسيميك ديالها هابط او المؤشر الجليسيمي ديالها هابط. هاد لانديز غليسيميك شنو هو السرعه ديال شي اطعمه في انهم يرفعوا المستوى ديال السكر في الدم. كاينين الاطعمه اللي كترفع المستوى ديال السكر في الدم بالزربه بحال الخبز الابيض بحال السكر نيت، وكاينين الاطعمه اللي كيرفعوا بواحد المستوى اقل بحال مثلا الخضر. اذا الناس اللي كيدعموا هذه الفكره هذه شنو كيقولوا؟ ناكلوا الاطعمه اللي ما كتطلعش مستوى ديال السكر في الدم بزاف، يعني اللي لانديز غليسيميك ديالها هابط، باش الانسولين ما يطلعش لنا بزاف وباش ما نخزنوش الدهون بزاف، يعني باش ما نغلاضوش. ولكن هذا الشيء هذا غلط، حيت لطالما ان لي كالوري عندنا مقادين، لطالما اننا كناكلوا قد داك الشيء اللي كنحتاجو اولا كناكلوا قل منه، فراه لا يهم النوع ديال الاطعمه اللي كناكلوا، سواء كان الانديز غليسيميك ديالها طالع ولا كان الانديز غليسيميك ديالها هابط. ثاني حاجه، هذوك لي بيك ديال الانسولين هما دي بيك مؤقتين، يعني من موراها كيهبط الانسولين. الناس اللي كيحتاجوا هاد الانديز غليسيميك هما الناس اللي مرضين بالسكر، يعني مرضى السكري، او الناس اللي عندهم مقاومه الانسولين، حيت كيخصهم يعرفوا الاطعمه اللي كيطلعوا السكر في الدم بسرعه اولا بواحد النسبه كبيره بزاف. دابا شنو هما الاسرار ديال فقدان الوزن؟ ما اول حاجه نبدلوا واحد المفهوم عندنا هنايا، منقولوش خصنا نقصوا من الشحمه ديالنا اولا نطيحوا الوزن، راه خصنا نبداو نقولوا خصنا نعاودوا نشكلوا الجسم ديالنا. إعادة التشكيل ديال الجسم شنو كنعنيو بها؟ هي أننا نقصوا الدهون ونزيدوا في العضلات. علاش؟ حيت العضلات هي المهمة في الموضوع. كنلقاو الناس مثلا اللي كيديروا واحد لي ريجيم اغريسيف، الريجيم ديال 5 يطرو ديال الماء، 2 بنانات و2 تمرات وتفاحة وسير ناس، شنو كيطرى لهم؟ غالبا كيحبسوا الريجيم من بعد، هادشي الا مطراوش لهم شي مشاكل كبيرة، شي مضاعفات كبيرة في الصحة ديالهم. ويقدر يكون ريجيم متوازن ولكن ناقص بزاف، الشيء اللي كيكون عنده مضاعفات على الصحه، والشيء اللي كيطيح لينا الوزن ديالنا بواحد السرعه كبيره بزاف. هاد الناس هادو شنو كيطرى ليهم؟ ديجا في ديك لو ريجيم حيت ما كانش مزيان وغالبا ما كتلقاش فيها الرياضه، كيتسبب في انه ينقص لينا ما بين 25 حتى ل 50% ديال الكتله العضليه ديالنا، وهذا الشيء هذا ما مزيانش. يحبس الانسان الريجيم، شنو كيطرالو؟ كيبدا يرجع هذوك الدهون اللي مشاو ليه، كيرجع حتى ل 80% ديال الدهون اللي مشاو ليه. يعني ما درنا والو من غير اننا خرجنا عن ديك العضلات، حيدنا ما بين 25 حتى 50% ديال العضلات، وربحنا واحد 80% ديال الدهون. يعني ولينا غلاله بعبولات. والناس خصها تفهم الاهميه ديال العضلات. شي هذيك العضله اللي عندك راه بحال شي سبيطار، راه هي كتنتج هرمونات، وداك الهرمونات كيأجيو على الجسم كامل وعندهم واحد المنافع كبيره بزاف. بعدا العضلات شحال ما كانوا عندك شحال ما حرقتي الدهون كثر. شي اللي عندك العضلات تقدر تاكل حسن من داكشي اللي كنتي كتاكل شحال هادي وبكميه اكبر وما تغلطش. داكشي شي واحد كيتريني كتلقاه كياكل مزيان وعنده هانيه. العضلات كيقادوا الوضعيه ديالك، يعني كتولي منتصبه القامه تيمشي. فاش كنقول العضلات راه ما كنعنيش بها تولي مقدر ولا تولي مقدره ما يبقاش يدخلك للباب. هادشي هذا خليه لشي ناس مرض بحالنا، الله يشافي. والعضلات مزيانين للصحه ديال العظام، العضلات مزيانين لتوازن الهرمونات، والسلاح الرئيسي امام مقاومه الانسولين هما العضلات، حيت كيزيدوا لنا من الحساسيه ديال الانسولين. والكتله العضليه كتولي مهمه شحال ما تزادينا في العمر، حيت اول حاجه كتحارب الهشاشه ديال العظام، ثاني حاجه كتحافظ لينا على التوازن ديالنا، ما كنوليش نطيح بالزربه ونتهرس بالزربه. وهذا الشيء هذا كامل لما قنعكش باش انه يكون عندك العضلات فغيخليك خنونه بدون عضلات وشكرا. كيفاش نقصوا الوزن؟ غادي نهضروا على 3 ديال المحاور: التمارين الرياضيه، الحميه الغذائيه، والمكملات الغذائيه اللي ممكن ناخذوها باش تعاوننا اننا نحرقوا هذوك الدهون اكثر. بالنسبه للتمارين الرياضيه، قبل ما نستعملوهم باش نقص الوزن
راه كلشي كيعرف بان الرياضه راه بمثابه دواء، وكتحميك من بزاف ديال الامراض ديال العضويه يا النفسيه الى اخره. يعني ماشي غير حيت باغي نقص الوزن ولا ان الوزن ديالي ما مزيان ما نترينش. الرياضه كتنظم الوظائف ديال الجسم وكتنظم لينا حتى الشهيه ديالنا. ولكن شنو هاد الرياضه ولا كيفاش نديرو ليها باش تكون اكثر فاعليه في اننا نقصوا من الدهون ديالنا؟ هنا غادي نهضروا على جوج انواع ديال التمارين. اول حاجه تمارين اللي الشده ديالهم مرتفعه واللي فيهم الهاي انتنسيتي انترفال ترينين، يعني كنديروا واحد التمارين اولا كنديروا واحد المجهود واحد المده زمنيه قصيره اللي كتقدر تكون في 20 ثانيه 30 ثانيه ولا اكثر واحد شي شويه، وكنرتاحوا واحد المده اخرى وكنعاودوا من جديد، عاوتاني كنرتاحوا كنعاودوا من جديد كنرتاحوا واحد المده اللي غالبا ما كتجاوز 20 ولا 25 دقيقه. واللي مزيان في هاد الهاي انتنسيتي انترفال ترينين في التمرين كنستعملوا السكر كمصدر ديال الطاقه، ولكن السر كيكون من مورا التمرين. من مورا التمرين الجسم ديالنا كيخصو يرجع للنورمال، ديجا كتكون الحراره ديالنا مرتفعه كيخصنا نرجعوا للحراره الطبيعيه. كنكونوا خدينا بزاف ديال الجلوكوجين من المسكل ديالنا ومن الكبده ديالنا، كيخص الجسم ديالنا يعاود يعمر هذاك الجلوكوجين، يعني الجسم ديالنا كيخصو يرجعنا للنورمال. وهاد العمليه هذه كتاخذ لنا طاقه كبر، يعني كنوليو حنا جالسين وكنحرقوا طاقه اكثر من اللي كنا كنحرقوا في الايام العاديه. وهاد القضيه هذه كتستمر مده اللي تقدر تفوت 24 ساعه، ولكن غالبا الدهون اللي كنحرقوها في هذه المده هذه ما كتكونش كبيره بزاف، ولكن كاين اللفه ديالها. كذلك بالنسبه للتمارين ديال التقويه بحال الميسكولاسيون، حتى هي كيكون عندها هذا اللفه هذا، ولكن بواحد الطريقه ولا بسبب مختلف، واللي هو هذيك الهدم العضلي اللي درنا فاش كنا كنديروا السكوات ولا الديد ليفت الى اخره. كيخص الجسم ديالنا يعاود يبني هذوك العضلات، وكيخصو يعاود يعمر هذوك المخزونات ديال لاطيبي. وهاد العمليه هذه كتخلينا نستهلكوا الطاقه اكثر وحنا في الراحه. ونفس القضيه اللي كطرنا مع الهيت غير هي كتستمر مده 48 ساعه. وعندنا التمارين اللي الشده ديالهم منخفضه، يعني نقدروا نقولوا الكارديو. ولكن هذا الكارديو كيفاش نديروا ليه؟ خاصو يكون كيف كنقولوا في الزون 2. هذا الزون 2 هذا شنو هي؟ هو اننا كنديروا هذاك التمرين، يقدر يكون الجري، يقدر يكون بيكالا، يقدر يكون طابي غولو، يقدر يكون الاسولت بايك، يقدر يكون الهايكين. اهم حاجه هي اننا كنديروا هذاك المجهود ونقدر نهضر مع صاحبي ولا مع صاحبتي وكنتنفس عادي ماشي قريب قلبي يخرج. وحنا دابا حاليا كنا عندنا دي سمارت واتش ممكن نعبروا ولا نعرفوا راسنا بهذا الزون 2 واحد الطريقه سهله. هو كنشوفوا العدد الاقصى ديال الدقات ديال القلب ديالنا اللي هو 220، كنقصوا من النوراج ديالنا وكنكونوا في ما بين 50 حتى 70% من هذوك الدقات ديال القلب. مثلا الدقات ديال القلب ديالنا 100، هادشي ماشي صحيح، مي كنقول الدقات ديال القلب ديالك الماكسيموم هي 100. يعني انت باش تسمى في الزون 2 خص الدقات ديال القلب ديالك يكونوا ما بين 60 حتى 70 دقه في الدقيقه، وهنا كتكون في الزون 2. هاد الزون 2 هذه كتحرق الدهون مزيان. وهنا كيتطرح واحد السؤال، هو انني الا ترينيت وانا ما واكلش اولا انايا صايم واش غادي نحرق الدهون اكثر؟ الجواب المبسط هو لا. ولكن الدراسات شنو كتبين لنا؟ وراه كاين واحد التضارب كبير في الدراسات في هذا الموضوع، ولكن الا تعمقنا اكثر شنو كنلقاو الا خدينا جوج ديال الناس، واحد كلا قبل لونطرينمون وواحد ما واكلش اولا صايم، وخليناهم كيترينيو، ديك 90 دقيقه الاولى ديال الكارديو راهم كيحرقوا نفس النسبه ديال الدهون. ولكن ابتداء من 90 دقيقه، يعني ابتداء فاش كنفوتوا هذيك 90 دقيقه، فراه هذاك الشخص اللي جا هو يا ما واكلش كيبدا يحرق الدهون اكثر مقارنه بهذاك الشخص اللي جا وهو واكل اولا ما صايمش. اذا الا قادر انت دير واحد المده اللي تتجاوز 90 دقيقه ديال الكارديو فبصحتك. ولا بغينا نخدموا ذكيين ونستافدوا اكثر ونحرقوا دهون اكثر في مده اقل، نقدروا ندمجوا ما بين جوج ديال هاد لي سيستيم، نديروا تمارين ديال الهيت اولا التمارين ديال الميسكولاسيون واحد نص ساعه ولا 40 دقيقه على حسب الاهداف ديالك، ومن مراها نتبعوها الكارديو
حتى واحد 40 دقيقه ولا ساعه على حسب الوقت ديالك وعلى حسب الاهداف ديالك. هذا الشيء هذا غادي يخلينا نحرقوا الدهون مزيان، وغادي نستافدوا من بناء الكتله العضليه، وغادي نستافدوا حتى من الكارديو، واننا نحرقوا الدهون، الشيء اللي غادي يخلينا نعاودوا نشكلوا الجسم ديالنا. يعني لا ماس مسكولير غادي تولي عندنا اكثر من لا ماس ديال الكرا. ولا كنتي واحد الانسان واعر تقدر البروغرام ديالك تدخل فيه الثلاثه هادو ودير التمارين ديال المقاومه والتمارين ديال الشده المرتفعه بحال الهاي انتنسيتي انترفال ترينين ولا السبرينت، ومن موراها دير التمارين ديال الكارديو وتقدر تفرقهم على الايام. يعني ماشي كلشي ديرو في دقه واحده، وهنا غادي تولي واحد الانسان واعر وغادي تستافد من البناء العضلي، من القلب ديالك غادي يولي مزيان، من الريه ديالك غادي تولي مزيانه، غادي تستافد بزاف ديال الحوايج وغادي تولي واحد ريكرييشنال اثليت. يعني بقيتي واحد الانسان عادي، يعني يولي فيك واحد المرض ديال لونطريمون الله يشافي. ما كاينش ريجيم سحري، كاين قاعده وحده واللي هي ديفيسيت كالوريك. شنو هو ديفيسيت كالوريك؟ بحنا الجسم ديالنا كيحتاج واحد الطاقه في النهار. مثلا الجسم ديالنا كيحتاج 2500 كالوري في النهار. الا كلينا هذيك 2500 كالوري فراه ما غادي نزادو في الوزن، ما غادي نقصوا في الوزن، كنسميو باللي حنا اون مانتونونس. الا هذيك 2500 كالوري كلينا اكثر منها فراه غادي نزادو في الوزن. بالنسبه للناس اللي كيبغيو يزيدوا في الوزن فراه من الاحسن ما نفوتوش واحد 400 ولا 500 كالوري فوق الاحتياج ديالنا اليومي، وما نزادوش اكثر من نص كيلو في السيمانه. وهذه الزياده في الوزن تكون مرفوقه بالتمارين الرياضيه والتمارين ديال المقاومه او المسكولاسيون. علاش هادشي هذا كامل؟ باش الاغلبيه ديال داك الوزن اللي كنزيدوه يكون عباره عن كتله عضليه، يعني تكون عباره عن واحد الكتله زدناها بعدا صحيه، وغادي يكون الشكل ديالكم كيعجبكم، كونوا متاكدين من هذه. وعندنا الديفيسيت كالوريك، يعني كناكلوا قل من داكشي اللي كنحتاجو. الا كلينا قل من داكشي اللي كنحتاجو غادي نقصوا في الوزن، ولكن شحال قل؟ نفس القضيه كنقصوا هي 400 ولا 500 كالوري. وعندنا واحد القاعده اللي هي ما كنقصوش اكثر من نص كيلو ولا كيلو في السيمانه ماكسيموم، باش كنقدروا نحافظوا على داك الريجيم وما كيطراوش لينا دي بلاطو، ما كنكونوش عرضه لي فيويو وبزاف ديال الحاجات وحدين اخرين. وباش نكونوا اكثر دقه ما كنقصوش اكثر من 1% من الكتله ديال الجسم ديالنا. الا فيك 80 كيلو فراه الماكسيموم اللي تنقص في السيمانه هو 800 غرام. وماشي كلشي عنده داك القدره او عنده داك الحب انه يبقى كل مره يعبر الماكله ديالو ويحسب لي كالوري في الصباح، ولكن كنصح الناس باش يبداو ان ريجيم على الاقل سيمانه ولا جوج سيمانات الاولين يحسبوا فيها لي كالوري، باش تولي عندهم واحد ليستيماسيون ويوليو يفهموا. لا شافوا الحاجه يقدروا يفهموا واحد تقريبيا شحال فيها لي كالوري. واخا حنا الناس ما كنعرفوش نستيميو شحال كناكلوا ولا شحال ديال الطاقه كاينه في الماكله، ولكن اتيتر انديكاتيف كيف كنقولوا الصيام المتقطع، كيتو دايت، لو كارب دايت، بيليو دايت، واش هاد الحميات عندهم شي فائده وكينقصوا شي حاجه ولا كاين شي طريقه اسهل؟ فاش كنشوفوا الدراسات، وكنهضر على الدراسات اللي بيان كلاسي، كنهضر على لي ميتا اناليز، فاش كيقارنوا لينا ما بين الحميات الغذائيه، يعني كيعطيو لهاد لو جروب مثلا اللو فات دايت، هذا كيعطيو الهاي فات دايت، هذا كيعطي اللو كارب دايت، هذا الهاي كارب دايت، وكنقارنوا ما بين هاد الحميات الغذائيه شريطه اننا كنثبتوا النسبه ديال البروتين وكنثبتوا لي كالوري، يعني كاملين كياخذوا نفس لي كالوري في النهار، راه ما كنلقاوش فرق ما بين هاد الحميات الغذائيه والناس كينقصوا نفس النسبه ديال الدهون. اذا كالعاده السر هو في الديفيسيت كالوريك. ما كاينش مشكل ان انت كتعجبك واحد الدايت ولا كيعجبك الصيام المتقطع ولا كتبغي تستافد من فوائد اخرى اللي كديرهم واحد الدايت، هادشي هذا ما فيهش مشكل، لطالما انك كتعزل واحد الدايت اللي تقدر تستمر فيها ديما. بينك وبين راسك قول انا هاد الدايت هذه واش نقدر نستمر فيها عام؟ الى تبارك الله، الى لا بعد من داك الدايت. ولا تقدر تنوع ما بين الدايت والدايت، تقدر مثلا دير الكيتو عاوتاني دوز واحد شويه دير لو كارب دايت، راه ماشي مشكل وغادي تكون نتائج. واهم حاجه هي تكون في ان ديفيسيت كالوري. ولا بغيتي ننصحك باحسن ريجيم هو واحد الريجيم اللي يكون متوازن، طبيعه الحال يكون فيه ان ديفيسيت كالوريك، يعني غادي يكون فيه قل من لي كالوري اللي كنحتاجو في النهار، نقص واحد 400 ولا 500 كالوري من داكشي اللي كنحتاجو في النهار. يكون فيه كميه كافيه ديال البروتينات، يعني على الاقل 1 غرام لكل كيلوغرام
من الجسم ديالك ديال البروتين. هادو بالنسبه للناس العاديين. بالنسبه للناس اللي كيترينيو فما بين 1.2 ولا 1.6 غرام لكل كيلوغرام من الجسم ديالهم ديال البروتين. بالنسبه للدهون فراه او موين كيخصنا واحد 44 غرام ديال الدهون الصحيه. وما تنساوش الاحماض الدهنيه بحال الاوميغا 3 والاوميغا 6. بطبيعه الحال لي فيبر من الاحسن لي فيبر سريعه الذوبان، على الاقل كيخصنا واحد 40 50 حتى 60 غرام ديال هاد لي فيبر في النهار. ولا خديتي هاد الشيء هذا كامل فكون على يقين باللي الريجيم ديالك غادي يكون مزيان. فاش كناخذوا الكميات الكافيه ديال البروتين كتزاد عندنا ديك الاحساس بالشبع، يعني ما غاديش يجيك الجوع في النهار. كاينين الناس اللي كنعطيهم نصائح اللي ما كيقدرش يكمل حتى ديك الماكله اللي خاصها اللي هي اصلا ناقصه، وكتلقاه كان قبل كياكل بزاف. علاش؟ حيت كان كياكل مسقطه، كان كياكل شي حوايج اللي كيكونوا فيهم لي كالوري بزاف، كياخذ غير شي شويه وكيكون فيها بزاف ديال لي كالوري مي كيكونوا نتائج. درتي الريجيم كتريني كنتي غادي كتنقص الامور غاديه بخير، شويه دخلتي في البلاطو، الوزن حبس ما بغاش يهبط، داز الشهر الاول الشهر الثاني والو داكشي ما بغاش يهبط، هذا كنسميوه البلاطو. وعادي كيطرا شي مرات. شنو الحل في هذا البلاطو باش نتجنبوا حنا اصلا الحدود ديال هذا البلاطو هادو؟ ويقدروا بزاف ديال الناس يختلفوا معايا، هذا هي من خلال التجربه ديالي ومن خلال الابحاث العلميه اللي قريت ومن خلال لو روتور ديكسبيريونس ديال الناس وحدين اخرين. فراه جو ريكوموند يكون هذاك الشيت داي. الناس كيديروا الشيت ميل، يعني واحد الاكله اللي كتكون شويه زايده في الكاربس ولا واحد الاكله اللي كتكون كتعجبهم الى اخره. انا كنقول له شيت داي، يقدر يكون حتى 3 ايام ولا 4 ايام ديال الشيت ماشي مشكل، اللي كيتسمى الانترميتين دايتين. يعني كنديروا واحد شويه ديال الريجيم كنرتاحوا من الريجيم، كنديروا الريجيم كنرتاحوا من الريجيم. كيفاش كنديروا؟ كون حنا ديجا في الريجيم من موراها كندخلوا في واحد لو سوربلوس كالوريك. شنو هو السوربلوس كالوريك؟ هو كنزيدوا واحد 200 ولا 250 كالوري على داكشي اللي كنحتاجوه في النهار، ومن موراها كنرجعوا للريجيم ديالنا عادي. وهاد الشيت داي كنقدر نديروه مره في السيمانه ولا مره في 2 السيمانات على حساب الريجيم ديالنا وعلى حساب كيفاش كنحسوا. اللي زوين في هاد الشيت دايز هو ان هذاك الانسان اللي كيدير الريجيم كيكون مرتاح، الجسم ديالو كيكون مرتاح، ما كيخليش هذيك لادابتاسيون ديال الميتابوليزم طرا بسرعه، حيت من بعد هذاك الميتابوليزم ديالنا كيتادابط. الا كان مثلا هذاك الريجيم قاصح بزاف، الجسم ديالو كيقول هيا راه طاريه شي حاجه، ياك ماشي مجاعه ياك ما هادي، كيهبط المستويات ديال الطاقه اللي كيحتاج هو في الراحه. كتولي انت واخا ناقص الماكله، هو ولا في الراحه كيحتاج اقل، يعني غادي يولي خصك تنقص كثر، وهذا ماشي هو الحل. الوغ داكشي لو ريجيم ما خصوش يكون اغريسيف، ما خصكش تشوكي لو كور ديالك، خصك مره تقول لو كور ديالك راه الامور هانيه ما كاين حتى شي حاجه. والخطوات ما كيوليوش يطراو بزاف وما كيوليوش يطراو بواحد السرعه كبيره، غالبا كيطرا البلاطو، ولكن على الاقل ما كيكونش شي بلاطو مجهد ولا شي بلاطو خايب ولا كيطراو لنا واحد المضاعفات في الصحه ديالنا. وفي حالات ما كنتي كدير هاد لي شيت داي ولا شيت ميل ورخا هكاك طحتي في البلاطو، كاين واحد الطريقه سهله باش كنخرجوا منه. اول حاجه كنطلعوا للمانتونونس، يعني كنديروا واحد السيمانه كناكلوا قد داكشي اللي كنحتاجو، يعني ما غنزيدوا في الوزن ما غنقصوا في الوزن. من مورا السيمانه الثانيه كنزيدوا واحد 200 كالوري، يعني حنا بحال اللي بغينا نزيدوا في الوزن. السيمانه الثالثه كنرجعوا للمانتونونس، عاوتاني السيمانه اللي من موراها كنزيدوا لي كالوري، عاوتاني كنرجعوا للمانتونونس. مده 2 سيمانات ولا 3 السيمانات حتى كنحس بالجسم ديالي ارتاح. من موراها كنرجع للمانتونونس، ومن موراها كنقص واحد 200 كالوري، عاوتاني السيمانه اللي موراها كنقص 200 كالوري، وغالبا الجسم ديالي كيرجع يديماري. هاد لا بيريود تقدر تطولها، تقدر تكون فيها كاع حتى 4 ديال السيمانات ولا 6 ديال السيمانات ولا اكثر، تتحس براسك مرتاح وتحس براسك مستعد انك ترجع للدايت ديالك. ولا خفتي تزاد في الوزن بزاف فيمكن لك دير سيمانه ديال المانتونونس، سيمانه ديال السوربلوس كالوريك يعني ديك 200 كالوري، سيمانه ديال المانتونونس، عاوتاني سيمانه تنقص فيها 200 كالوري، عاوتاني ترجع مانتونونس 200 كالوري، مانتونونس ناقص 200 كالوري حتى يرتاح الجسم ديالك. داكشي اللي طلعتيه هو داكشي اللي كتهبطو. وهاد لا ميثود كتنفع بزاف الناس ديال لا ميسكولاسيون اللي كيكونوا كيديروا التنشاف وكيكون الريجيم ديالهم شويه قاصح وكيكون في واحد المده اللي طويله بزاف.
دابا شنو ممكن ناكل او المكملات اللي ممكن ناخذهم ويعاونوني في انني نحرق الدهون؟ ماشي يحرقوا الدهون، كيعاونوني يعني كيعاونوا الجسم ديالنا باش انه يستعمل الدهون كمصدر ديال الطاقه. كيديروا لا موبيليزاسيون ديال لي غريس، يعني كيجبدوا لنا الدهون من الشحمه كيلوحوهم لينا في المجرى ديال الدم ديالنا، وكيحفزوا الجسم ديالنا انه يستعمل الشحمه كمصدر ديال الطاقه. باش تفهموا مزيان على القضيه، اول حاجه اوميغا 3 فيتامين دي، اذا كانوا عندك مزيان فراهم كيعاونوا الجسم ديالنا في العمليه هذه. ثاني حاجه واللي رخيصه وموجوده وسهله هي الكافيين. الكافيين كيعاون في الحرق ديال الدهون، خصوصا اللي خديتيه قبل لونطرينمون، كيعاون في لوكسيداسيون وفي موبيليزاسيون ديال لي غريس. كاين المستخلص ديال الشاي الاخضر، هذا المستخلص ديال الشاي الاخضر فاش كناخذوه ما كيخليش الجسم ديالنا يهدم هذاك النورادرينالين بالزربه، وهذا النورادرينالين فاش كيكون طالع في الجسم ديالنا فراه كيحفز العمليه ديال حرق الدهون اكثر. كاين الكارنيتين، والكارنيتين عليه بزاف ديال الصداع، شي متفق عليه شي ما متفقش عليه، ولكن على اي حال شنو كيدير هذا الكارنيتين؟ هو كينقل لينا او كيعاون في النقل ديال هذوك الدهون الاساسيه والاحماض الدهنيه الخليه ديالنا باش ديك الخليه كتحرقهم. حيت كيف قلنا كاين الموبيليزاسيون ديال لي غريس، يعني لي غريس كيكونوا عندنا في المجرى ديال الدم، وكاين لوكسيداسيون يعني خصهم يمشيو للخليه باش يتحرقوا، وهذا الكارنيتين كيعاون الدهون باش يمشيو للخليه. وكاين الماطي اللي التاثير ديالو حتى هو بحال الكافيين، ومزيان الناس اللي ما كيقدروش على الكافيين، اللي الكافيين كضرهم ولا كتاجيتيهم بزاف، واخا الماطي اللي خديتيه بواحد النسبه كبيره حتى هو كياجيتي بزاف، ولكن واخا عنده نفس التاثير ديال الكافيين يعني حتى هو كيعاون في حرق الدهون، غير هو ماشي بنفس الطريقه. هذا الماطي كيلعب لينا على التوازن ديال الانسولين والجلوكاغون، حيت كيف قلنا الا ارتفعوا المستويات ديال الانسولين فراه كيحبسوا لينا ديك العمليه ديال حرق الدهون. وهذا الماطي كيطلع لينا ال جي بي 1، يعني كيطلع لينا الجلوكاغون، وهذاك الجلوكاغون فاش كيطلع كيحسر علينا ولا كيحفز لينا ديك العمليه ديال حرق الدهون. وكاين بزاف ديال المكملات وحدين اخرين بحال الكوايوسا اللي حتى هي بحال الماطي، كاين فورسكولين، كاين اليوميبين وزيد وزيد. اهم حاجه هو اننا لا خدينا هاد المكملات هادو ما كيعنيش انني ابقى جالس في بلاصتي وهاد الدهون هادو غادي يتحرقوا، حيت كيف قلنا هي الموبيليزاسيون ديال لي غريس، يعني حركنا هادوك الدهون وعاوننا الجسم ديالنا باش يحرقهم، ولكن انت ما درتيش واحد المجهود باش داك الجسم غادي يستعملهم كمصدر ديال الطاقه، او انت ماشي في ان ديفيسيت كالوريك باش الجسم ديالك يكومبونسي ديك الطاقه اللي انت مخزنها في الدهون. اذا خاصك ضروري ان ديفيسيت كالوري وضروري تمارين الرياضه. وهذا ما كان. دابا وليتو قادين ديروا ان ريجيم ديالكم، وليتو عارفين الاسرار ديال كيفاش طيحوا الوزن ديالكم. وهادشي اللي قلت لكم راه الناس كيبيعوه بفلوس، مي انا هنا باش نبارطاجي معكم كاع داكشي اللي كنعرف. كان معكم حمزه، كوتش سبورتيف وبريباراتور فيزيك سيرتيفيي ناظم في نوتريسيون. انا هنايا باش نجاوب على الاسئله ديالكم، خليوها ليا في لي كومونتير. وهذا ما كان، وتشاو.